درت بزاف ديال الحوايج خايبين في حياتي. فين ما تنغمض عيني تنحاول ننساهم، تيزيدوا يبانوا ليا واضحين، بحال جايين يشهدوا فيا قبل ما نطلق الانفاس الاخيره ديالي. حياتي كامله وانا تنهب وتنشفر وتنعس ديما مرتاح. عمر ما سكنني التأنيب الضمير اللي سكنني في هاد اللحظات الاخيره من حياتي. هادي 2 سيمانات وانا شاد الفراش، واخا عندي بزاف ديال الفلوس، حتى شي سبيطار ولا كلينيك ما قبلوا عليا. قالوا ليهم هاد السيد تحسم المصير ديالو، ومن الأحسن يموت في دارو في وسط ولادو. أعطاهم في سبيطار صاك عامر كله مورفين، وهو اللي باقي عايش بيه حتى لهاد الساعة. كل 6 سوايع تيعطيوني دوزة جديدة، وكانت عا مسألة وقت. وتا هداك المورفين كان عا باش نودع هاد العالم بأقل الأضرار وبلا ما نتعذب. البيت ديالي كانت فيه واحد الناموسية مقابلة مع واحد المكانة معلقة أنفاس معايا. هادوك الماكل القدام الموريات ديالهم تيديروا بزاف ديال الصداع، كل تانية تدوز كانت بحال شي مسمار تيدك في القبر ديالي. واخا عيطت على ولادي باش يحيدوها من قدامي، بقى راسخ ليا الصوت ديالها في راسي حتى لاخر لحظه. دوزت حياتي كامله تنجري مورا الفلوس، كان تيسحب ليا راسي عايش. تنوض كل صباح عيني خارجين بحال شي زومبي، عينيا ديما خارجين على الصفقات والمقاولات. استوليت على اراضي ديال ماليها ورشيت بزاف ديال الناس. شحال من مره خرجت من المحاكم ضاحك مع المحامي ديالي، هارف على ارض ومصيفط مولاها للحبس، ومشرد معايا بزاف ديال العباد، القمه ديال العبات. ابليس شخصيا وما كانش متفق معايا في هادشي اللي كندير. المدينه الصغيره اللي كنت عايش فيها كان فيها جامع واحد عمرني ما حطيت فيه رجلي. كنت واحد الانسان تيامن بالماديات، والعلاقه الوحيده اللي كانت تربطني مع الناس ديال هذاك الجامع غير ملي كتجي الانتخابات. الفقيه ديال هذاك الجامع كانت كلمته مسموعه، تياخد طرف كبير ديال الفلوس في وسط الجامع وتيشدهم تحت المنبر اللي تيعطي فيه الخطبه يوم الجمعه. تيشد الرشوه في بلاصه مقدسه اللي غتشهد فينا بجوج ملي غنموتوا. المدينه اللي كنت ساكن فيها الناس فيها متدينين بزاف، وهذا الشيء علاش 15 عام هادي وانا كنربح الانتخابات. الفقيه ديال الجامع كان داير خدمته معايا مزيان، وقدرت ندخل لهم الرشوه لاقدس بلاصه يقدر يمشي ليها شي مسلم. وفي وسط هذاك البيت فين ما كنت كنغمض عينيا تنحس بواحد الخيال في الجنب ديالي. هادي 3 ايام وهو واقف عليا، عارفو بلي كاين حدايا ولكن ما زعمش نشوف ليه في وجهه. كان واقيلا تيجسد الاعمال الخبيثه اللي درت في حياتي، تسنى غير باش يجي الوقت المناسب باش يبدا الاعمال اللي جا على قبلها. اخر دوزه ديال المورفين خديتها نهار 3 مع 2 ديال الصباح، والمأساة ديالي غيبداو نهار الاربعاء مع 11 ديال الصباح. ما بقاش غرام ديال المورفين في المدينه اللي ساكن فيها. كانت مدينه مجموعه فيها سبيطار صغير وكلينيك، عياو ما يقلبوا لي عليها ولادي في لي فارماسي، وفي الاخر رجعوا بيديهم خاويين. وما كان عندي حتى شي حل، كان خاصني نواجه لاول مره المرض القبيح اللي كان ساكنني. المرض ما تيعرفش الرحمه، كان تيتعامل معايا بواحد القسوه تتعاش ولكن ما تتوصفش. وقيلا نفس الطريقه اللي كنت نتعامل بها مع الناس ملي كنت صحيح وباقي واقف على رجليا. كل 5 دقائق تنحس بالروح ديالي باغا تخرج، ولكن تتقول لي باقي ما تعذبتيش بما فيه الكفايه، مازال مقصرين مع بعضياتنا. كنت تنحس بالعافيه شاعله ليا داخل صدري، وكل مره تتحول لبلاصه اخرى باش تنوع ليا شويه من العذاب. الحاجز الوحيد اللي كان بيناتنا هي الدوزه ديال المورفين اللي كنت ناخذ. ودابا تعرفت على المرض ديالي شخصيا. ملي تيوصل الانسان لواحد النقطه من العذاب ما تيبقاش متشبت بالحياه، تيبغي يدوز لحوايج اخرين. عييت ما ندور في راسي باش نشوف هذاك الخيال اللي كان واقف عليا، نقول ليه يدير هذاك الشيء اللي جا على قبله
انا موجود وخاصنا نمشيو دابا. ولكن هذاك الخيال ما كانش عنده وجه. كان باقي ما جاش الوقت فين يبين لي الوجه ديالو. واخا ما كانش تيهضر، حسيت بيه بغى يقول لي ابقى صابر، باقي ما شفتيش شنو تيتسناك في الجهه الاخرى. بقيت في هذاك العذاب حتى نهار الاثنين في الصباح، وجابوا لي طبيب ودق لي الدوزه ديالي، وتماك حسيت بواحد الراحه مؤقته. شديت ليه في دراعو وقلت ليه ما بقيتش قادر، اعطيني دوزه كبيره. عييت من هاد الحياه وبغيت نمشي في حالتي. ولكن المشكل هما القوانين ديال البلاد اللي انا عايش فيها، ما كانوش يسمحوا بالوطنازي، وباقي تيعتبروه جريمه في حق البشريه. هذيك الليله جابوا لي الفقيه ديال الجامع. مرتي كانت عارفاني شنو تندير في الدنيا وكيفاش جمعت عليا الفلوس والذنوب. جابت لي هذاك الفقيه ما تعرف نقول ولا ندير شي حاجه زوينه قبل ما نودع ونمشي للجهه الاخرى. هذاك الفقيه كان هاز قران وحطوا لي حدا راسي، وبدا تيقرا عليا في ودنيا هادوك الدبدابات اللي كانوا تيخرجوا من فمو، كانوا تيعبروا على أسوأ خصلة كاينه في البشريه، وهي النفاق. هذاك الفقيه دوزت الربع ديال حياتي ترشي فيه، وترشي فيه في اقدس مكان اللي تيتعبدوا فيه الناس. بلاصه ديالو كانت في جهنم معايا، ولكن ما كانش عندي الجهد باش نجاوبه. ما قدرتش كاع نشوف ليه وجهه، كان تيخلع اكثر من هذاك الخيال اللي كان واقف عليا. ولدي الكبير كان تيشبه ليا بزاف، نورمال التربيه ديالي. عاقب الفيلم ويهز هذاك القران من ناموسيه، وخرج هذاك الفقيه من الشومبر. قال لي بغينا نعيشو اون فامي اللحظات الاخيره مع بانا. نعست بهذيك الدوزه ديال الطبيب 12 ساعه متابعه، وفي العشيه ديال نهار الثلاث ضرباتني الفيقه. كانت ضربه واحد الشميشه زوينه فوق الناموسيه، وفقت مزيان ما حاس حتى شي حاجه. كنت كاع باغي نوقف باش نمشي للخدمه. هذه اكثر من عام ما حسيتش بهاد الحيويه والنشاط. ولكن المشكل اللي كان عندي، ما كنتش قادر كاع نحرك لا يديا لا رجليا. واقيلا كان المفعول ديال المورفين. خديت بزاف ديال الدوزات هاد الايامات، وتا من الالم اللي كان عندي في الصدر ديالي ما كانش يخليني نتنفس. ما بقيتش تنحس به. فهاديك اللحظه تمنيت يدخلوا عندي ولادي ومرتي باش نقول لهم بلي باكم راه ولا مزيان، ولكن ما فهمتش اشنو كانوا كيديروا. كنت تنسمع شي اصوات خافته مورا الباب، وشي ناس من العائله تيواسيو المراه ديالي. فهاديك اللحظه ما كرهتش نوض نشعل شي كارو. بديت نكمل ملي كانت عندي 17 عام، وعاش معايا هاد صديق السوء تا درت 66 عام. واخا وصلني لهاد الحاله ولا جزء كبير من حياتي. فهاديك الشومبرا اول مره ولا تيبان ليا كلشي ناصح، ما بقاش فيها حتى ديك ريحه المرض والموت، وما بقيتش نسمع الصوت ديال هذيك الساعه اللي كانت مبرزطاني. وتا الخيال اللي كان واقف عليا مشى في حالته بلا ما نشوف وجهه. في وسط هذوك التساؤلات غادي يتحل الباب ديال البيت. كانوا بزاف ديال الناس وكلهم تنعرفهم من العائله ديالي. الحاجه اللي ما فهمتش علاش كلهم كانوا لابسين البيض، ومرتي حتى هي لابسه البيض ودايره الزيف بيض. كانوا كلهم تيهضروا مع الطبيب اللي عطاني الدوزه الاخرى ديالي. جبد واحد الورقه من الباليزه ديالو وبدا تيعمر المعطيات ديالي. كانت مرتي عطاتو لاكارت ديدونتيتي، ومن الشوفه الاولى عرفت شنو كتعني ديك الوثيقه. كانت شهاده الوفاه. عييت ما نحاول نقول لهم راني باقي عايش وفي صحه جيده، ولكن الفم ديالي ما قدرش يخرج حتى شي كلمه. 20,000 سؤال طاحوا ليا في راسي. واش الموت سهله لهاد الدرجه؟ واش غيطرا ملي غيصيفطوني للقبر؟ اخر وجه غنشوف قبل ما يتسدوا عينيا كان ديال ولدي الكبير. اول مره غادي ننتبه ليه مزيان، وغنلاحظ بلي تيشبه ليا بزاف ملي كانت عندي 30 عام.
ما كرهتش نبقى نشوف فيه حياتي كاملة، ولكن اليد ديال الطبيب تحطات ليا فوق راسي، سد ليا عينيا وخشاني في ظلمات جديدة عليا عمري ما عشتها.